بعد ما استمعنا الحلم أحمد الطيب راح نستمع الحلم واحدة صغيرونة، هي صح صغيرة بس حلمها حيل كبير. فقدت رجل صح، بس اتخذت من حلمها عكاز وإصرارها هدف حتى تحقق طموحها وتوصل للخامس إعدادي وتكمل دراستها. أريد ترحب جدا قوي بآية القيسي. السلام عليكم، آية القيسي، طالبة خامس إعدادي. تشرفت بحضوركم. ما أعرف شلون أبدي لكم، بس راح أحكي لكم عن هدفي اللي أنا دا أشتغل عليه، نظرة المجتمع للإنسان المعاق. بداية سنة 2003 حسيت بألم خفيف بالفخذ الأيمن. راجع الدكتور، قرر ياخذ خزعة. بعد الخزعة حالتي تدهورت، يعني صرت بين الحياة وبين الموت. سافرت، قرروا يبترون، عدل بدل بترتها. صدمة ما تنوصف. كل اللي أتذكره ماما عندك عملية، وين رايحة وش دا أسوي ما أعرف، عملية وخلاص. بترت، طلعت من العملية، رجلي وين رجلي؟ ما أدري وين رجلي. وقتها ما بقى أحد بالمستشفى ما سمع صوتي، إنه ليش تاخذون رجلي بدون ما تقولوا لي رجلي وين؟ كل اللي أعرفه إنه أنا حكمل حياتي بدون طرف، راح أبقى هيجي. كنت طفلة بعمر 6 سنوات، انهارت نفسيتي وأني طفلة. داومت أول ابتدائي، طرف صناعي وحجاب، لأن ما صار لي فترة تارك الكيمياوي بعد 19 جرعة طبعاً. فتت ابتدائية وأني ما أعرف شنو اللي دا يصير، وآية شبيها يقولوا لي شبيك ما أعرف. جتي المتوسطة، كنت أستحي أطلع، مو عيب أقولها هاي، كنت أضوج حيل، أحس نفسي صدق ناقصة. فتت إعدادية، عرفت آية وشنو دا تريد. بعد ما شفت حياة زينب العقابي، خلاص لهنا وكافي. أواجه المجتمع وأكسر الحاجز اللي بيني وبينه. واجهت المجتمع بدون جزء تجميلي. كانت خطوة جريئة بحق أهلي قبل حق نفسي، إنه أني أطلع وهيك شكلي. صبرت نفسي بكل ردود الفعل، ما يخالف أكو معاق حابس نفسه بالبيت، حيشوف، حيطلع، حيشجع، حيشارك. مو ضروري أني أرضي الناس بمظهري، غاية الناس لا تدرك. يعني هذا اللي دا أسويه للناس اللي عندها معاناة من المجتمع. المجتمع ما أقدر أني أغير نظرته، بس برأيي الإنسان المعاق معاق ذهنيا لا جسديا. بس يمكن مجتمعنا ما يتقبل إنه إنسانة عربية محجبة تطلع تواجه الناس هيك شكلها. بس برأيي لازم كل إنسان بالمجتمع يدرك إنه ذوي الإعاقة هم جزء من عنده، ما أعزلهم عالم وحدهم. خلاص إعاقتي ما راح أكرهها، ما راح أسوي الشيء يخليني ما أعترف بيها. خلاص ليش أزعل أنا من الشيء دا يعرفني على المجتمع، دا يميزني عن غيري. أنت من تشوفني أنا هيك شكلي أو لا، بدون جزء تجميلي أو لا، بس أعرج، أنت بينك وبين نفسك راح تقولي هذا معاق، أوريدي راح تربطها بضعف. إنسان فاشل، إنسان كل شيء ما يقدر يسوي، بس لو شوية ننظر لها هو إنسان يقدر يواجه الناس العاديين. شلون إحنا نقدر ننافس الناس العادية؟ توعية المجتمع، شنو ذوي إعاقة وشنو ذوي احتياجات خاصة. المعاق هاي كلمة صار لها قرون، أنا ما أقدر أغيرها، ما بس أرسم لها معنى ثاني، معنى إنسان يحب الحياة، معنى إنسان إيجابي، معنى إنسان يقدر ينافس ملايين الناس، عنده إبداعات لا تعد ولا تحصى. آخر شيء رسالتي تشجيع ذوي الإعاقة والكل شخص مكسور يطلع ويشجع ويشارك بالمجتمع مهما يكون حاله أو وضعه. ثقافة إيجابية على ذوي الإعاقة، كسر حاجز سوء الفهم اللي بيننا وبين المجتمع بهدف الدمج وليس المنافسة من الأحسن من الثاني. توضيح مختلف تفاصيل حياتنا بكل أريحية وبساطة، بالتالي حيصير عندنا استثمار من كل الطاقات والعقول بمجرد أن غيرت نفسية شخص التفكير الصحيح. بالختام علما أشكر ما أعرف كم ناس ساعدوني من الأهل من الأقارب من كل شيء بدون ذكر أسماء، أبد ما راح أنساهم، وراح يظلون شيء يعني أفتخر به وأعتز به بكل حياتي. شكرا لكم ولكل حضوركم إلي.